أهلا بكم. في لبنان قبل 40 عام قامت حرب أهلية تقليدية شبيهة بكل الحروب، لكنها ما كانتش حرب دينية زي ما البعض يتوقع. ما كانتش حرب بين مسيحيين ومسلمين، كان في ميليشيات إسلامية تحارب في ميليشيات إسلامية، ميليشيات مسيحية تحارب في ميليشيات مسيحية، والعكس أيضا. انتهت الحرب ب 150 ألف قتيل وب 17 ألف مفقود إلى اليوم. لكن علاش نتكلم عن الحرب اللبنانية اليوم؟ حندير مطابقة أو محاولة مقارنة بين الحرب الأهلية اللبنانية والحرب الأهلية الليبية اليوم، لأن فيه نوع من التشابه نشوف فيه. اللي هو المشترك في الحربين هو أن قادة الميليشيات في الحرب اللبنانية موجودين اليوم، موجودين كقادة أحزاب، كنشطاء سياسيين، مثل انطوان الأحد أو ميشيل عون أو سمير جعجع أو جميل حفيد بير جميل. هذا موجودين اليوم بعد ما تم التضحية بمئات الآلاف من القتلى، وقعدوا لم يموتوا واستمروا في العمل السياسي. وهو الشيء اللي حاصل بشكل أو بآخر في ليبيا اليوم. رجال في أرذل العمر أو رجال متمكنين من قيادة ميليشيات، أو سواء كانوا سياسيين يمارسوا فن التحريض أو شراء الذمم، يعني بأساليب كثيرة، يعني أما بالمال أو بالترهيب الأيديولوجي والديني والعرقي والجهوي. فهذا مش حتشوفوه في الحرب. يعني مش حتسمع مثلا انه صهيب بن صادق الغرياني موجود في الجبهة او مات في الجبهة، لان الطريق من لندن لخالد الفرجان تبي 400 ساعة مشي، يعني والراجل صحت على قدها. اللي صاير اليوم في ليبيا هو تحالف غريب بين ميليشيات اسلام سياسي، ميليشيات جهوية، جهاديين، ناس مستفيدة من الفوضى المالية، مهربين، بالإضافة إلى ناس مؤمنة بأن كان فيه الثورة وخايفين عليها أن تنتهي بحكم ديكتاتوري، أو زي ما يقولوا معسكرة ليبيا، رغم أن حكم الميليشيات هو نفسه حكم عسكري. يعني الخوف من عسكرة ليبيا والإبقاء على حالة الفوضى الميليشيوية هو أمر مضحك فوق الأمر. يعني نصيحة، يعني أسحبوا أولادكم، لأن اللي حيموت على روحه. والطرفين القاتل والمقتول يدعي أن الله معه. يعني ما نبوش نجادلوا على بعضنا في الموضوع من في هذه الحقيقة، لكن اللي نتفق عليه جميعا على المعتقد أن الحرب لا تنجي إلى الدمار، والحرب لا تنجي إلى حرب. الأمازيغ انقادوا الحرب لعدة أسباب، زي ما انقادوا في حرب فجر ليبيا، أو خلينا نقول جزء منهم مش كلهم، رغم أني ما نحبش تصنيف أمازيغ وعرب، لأن الدولة الحديثة أو مفهوم المواطنة أو أبسط قيم الإنسانية ما تسمحش نصنف الناس كأنواع، هذا عربي وهذا أمازيغي لأنه يتكلم لغة أو لأنه عرب. أو هذا كلام مرفوض عبر الحديث، منتهي منذ تعليق موسوليني من رجليه، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وانهيار النازية. أن أسس التعايش السلمي المشترك تفرض علينا أن نعامل الناس بناء على أنهم أصحاب أفكار، مش أصحاب خريطة جينية أو مولود لغوي أو ديني. لكن خلينا نتجاوزوا هذه الفكرة ونتكلم عن السبب اللي سوقوا له البعض باش يخلي الشباب من يفرن أو لود أو زوارة أو جادوا يخشوا في الحرب الأهلية الرابعة والخامسة. يعني دهشت من عدان صراحة. أول شيء خلينا نتفقوا أن بعض سكان ليبيا ما يعرفوش شيء شنو هي الأمازيغية. في بعض سكان ليبيا، خلينا نقول الأغلبية، ما يعرفوش مفهوم التعايش السلمي، الحقوق الطبيعية، فكرة الدولة المدنية في المخيال الليبي غير موجود. يعني مفهوم الحقوق الطبيعية اللي نادي بها الناطقين بالأمازيغية في ليبيا غير موجود. فعلى خاطر هيك كان في نوع من الرهاب لدى الناطقين بالأمازيغية لخسارة المكاسب السطحية اللي تحصلوا عليها فوق الأمر، وما حاولوش انهم يطوروها. لأن المشكلة مش هنا. المشكلة أن السياسيين أو الشبه الإعلاميين حتى مش حتلقاهم في الجبهة، لا هم ولا أولادهم. وحتكرر سيناريو لبنان، وهو السيناريو اللي يجروا وراه جماعة الإسلام السياسي، لأنهم يبوا دولة بدون جيش فيها ميليشيات مدفوعة الثمن أو مؤدلجة للسيطرة على الدولة، يعني وبشوها زي ما يبوا، زي فكرة حزب الله، يعني تأسيس حزب الله الليبي. لكن المشكلة الأكبر إن حتى لو صدقنا مثلا أن حفتر مستهدف الأمازيغ والأمازيغية ومش يعترف بها، السؤال هو هل اعترفت حكومة الوفاق بالأمازيغية؟
قبل أسبوعين أو 3 أسابيع رفضت وزارة التعليم في حكومة الوفاق دفع مرتبات أساتذة تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس في المدن الناطقة مثل زوارة ونالوت أو يفرق. يعني لكن في سؤال ثاني، شو نقدم الأمازيغ لأنفسهم؟ أنا أتكلم عن الأمازيغية كمشروع ثقافي، مش هنتكلم عليها كحزب سياسي أو حزب قومي أو نزعة طائفية أو نزعة انفصالية جهوية غير موجودة فوق الأمر، أو جزء من محاصصة سياسية. أنا هتكلم عن الأمازيغية على في السياق الحياتي. الأمازيغية لغة مهذبة بالقراءة، لكن فهل في ال8 سنوات اللي فاتوا حاول نطقي بالأمازيغية في المدن ذات الأغلبية الناطقة بما في ذلك طرابلس أو مدن الجبل أو زوارة أو غدامس؟ هل حاولوا هؤلاء نقل الأمازيغية باش تتحول إلى جزء من مرسوم الحياة اليومي؟ هل فيه أمازيغي وناطق بالأمازيغية، خلينا نفضل نستخدم هذا اللفظ، رفع لافتة باسم محله باللغة الأمازيغية فوق دكانه مثلا؟ هل في حد قام بعمل شجاع أنه جمع مجموعة مبالغ مالية واختم عليهم ختم ما يتكلفش حتى 2 دينار باللغة الأمازيغية، ترجم من نفس الكلمات المكتوبة بالعربية وبالإنجليزية في الدينار الليبي، دار ختم واختم على كل العملات اللي عنده ووزعها في الشارع حتى الناس يلقوا ان الموضوع مش مخيف. العملة مكتوبة بالعربية وبالإنجليزية وبالأمازيغية، موضوع مش مخيف، موضوع ما والموضوع ما يحتاج إلى تخطيط أو ميزانية. هل في حد دار هيك مثلا؟ هل في حد شجع كاتب أو قاص أو مسرحي أو ناشط صغير إنه هو يأسس موقع صغير أو مجلة أو يقدم عمل مسرحي أو يدبلج أو رغم الملايين اللي جمعها جميع ثوار ليبيا من حسبني أحد، سواء كانوا ثوار الأمازيغ أو مصراتة أو بنغازي أو سبها أو هلم جرى. يعني بعدين هل حاول الناطقين الأمازيغية تعريف القضية لجيرانهم؟ سمعت أن في وفد يعني من مدن الأمازيغية مشي لدرنا، بينما ما فيش وفد مشي للزندانة ولا الرجبانة ولا صرمان ولا العجلات، رغم أنهم الأقرب جغرافيا نتكلم. صح، درنا مهمة وبنغازي مهمة وفزان مهمة، لكن أنت هل في حد حاول أن يبسط مسألة الأمازيغية للجيران؟ هل حاولنا نديروا مش ميليشيات، يعني قوافل ثقافية خلي واحد يقول؟ لأن هل بيسوقوا للحرب ويدفعوا الشباب للموت تحت شعارات الأمازيغية والحفاظ على الأمازيغية بين فوق ما فيش أي حد قدم أي حاجة؟ يعني علاش يموت سوفت واوا أو زياد بوشنيب أو منير عسكر أو محمد برقيق والقائمة تطول بعدد القتلى الناطقين الأمازيغية في الحرب؟ أنا نرى فيها حرب بالوكالة فوق الأرض. يعني هذا كله باش غدوة فلان أو ولد فلان يقعمش في البرلمان أو يستفيد امتيازات مادية زي اللي صار في لبنان. يعني اللي زعماء الميليشيات متحاربة قبل 40 سنة اليوم موجودين يعني ولا تهمهم قضايا المواطن اللبناني، ولم يسألوا أبدا عن 17,000 مفقود اللي ماتوا وهم يحاولوا أنهم يدافعوا عن خطاب كان يروجوا له هؤلاء الأشخاص. لا للحرب ولا لإلقاء الشباب في محرقة المستفيدين منها قاعدين بعيد عن النار. ورجاء ما تستخدموش الأمازيغية كمطية